سلام، مرحبا بكم في قناة بنيتة ماماها. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش كنعمل الهريسة بلمسة مغربية كتجي لذيذة، وانا كنضيف عليها بعض المكونات اللي كتخلي اللذعة او الحرورة ديالها متوسطة، ما كتبقاش قوية، وهي عندها فوائد كثيرة. لكن قبل غير بغيت نقول لكم بلي ننصح بالناس اللي عندهم قرحة المعدة او المعدة او البواسر عزكم الله، وسمحوا لي على هذا اللفظ انه ما ياخذوهاش من الاحسن. اما الفوائد ديالها فهي كتقوي العظام، كتساعد في حرق الدهون وتحسين عملية الهضم. ودابا خليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا المقادير والطريقة. اول حاجه غنحتاجوها هي نصف حبه طماطم. بالنسبه للفلفل الحار انا عندي هنا 125 غرام من الفلفل الحار، خديت كميه صغيره حتى انا سبق لي وعامله في المجمد. نصف فلفله حلوه حمراء. بالنسبه للتوابل عندنا الملح والتحميره. نصف كاس زيت، كاس صغير طبعا. وربع حامض، حامض مصير ربع ديالو، وفص ديال الثوم. ودابا نبداو الطريقه. اول حاجه كنبداو بها هي كنبقاو نقطعوا ديك الراس الخضر ديال الفلفل الحار، وكنبقاو نقطعوا الفلفل على جوج او ثلاثه حسب الطول ديالها، على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. انا خليت لهنايا الزريعه اللي كتكون فيها، حيت كتكون فيها الحروره، لكن اللي بغى ينقص من اللذعه او من الحروره ديالها ممكن يحيد الزريعه او ينقص منها ولو شويه. ملي كملت الكميه اللي عندي كلها هنايا انا خديت نصف حبه طماطم وكنقطعها وكنضيفها على الفلفل الحار. وكذلك كنضيفوا نصف فلفله حمراء حلوه، حتى هي كنقطعوها كما كتشوفوا في الفيديو وكنضيفوها على الطماطم وعلى الفلفل الحار. واكيد ما نساوش ربع حامله ليمونه مقطع كما تشوفوا في الفيديو، والفص ديال الثوم. ملي كنتهيو كناخدو خلاط كهربائي وكنبقاو نضيفوا له هذا الخليط ديال الفلفل الحار مع نصف حبه طماطم ونصف فلفل حلو، وكنبقاو نخلطوهم مع بعضهم باش يطحنوا. لكن حسب الرغبه ديال كل الاشخاص، اللي بغاه يكون فحال عجين فيطحنوا بزاف، يعني يطحنوا لكن انا كنفضل انه يكون خشين، فحسبكم نتوما لو تفضلوا يكون خشين او يكون فحال المعجون. بالنسبه للزريعه فسبق وقلت لكم الا بغيتوه ما تكونش اللذعه قويه فحاولوا ما تعملوش الزريعه مره، او على الاقل تنقصوا منها، لكن انا كنخليها. بالنسبه للخلاط اللي طحنا فيه هذا الفلفل الحار، طبعا ما نساوش انا نغسلوه عده مرات، اي نغسلوه مزيان باش ما تبقى طعم ديال الحرور فيه الا استعملناه في خضروات اخرى. ملي تخلطنا او تطحنا هذا الخليط كنوضعوه في مقلاة وكنوضعوه فوق النار، وكنضيفوا التوابل اي الملح والتحميره، واكيد نصف كاس من الزيت. طبعا انا خديت قياس كاس صغير فخديت نصف ديالو زيت. كما قلت لكم كنوضعوه فوق النار مع التحريك كل مره حتى كيدخلوا الطياب بزاف، وكنبقاو نردوا البال باش يتشرب هذاك الماء اللي فيها. فكما قلت لكم كل مره مع التحريك.
وهنا انا ضفت ملعقه معجون الطماطم، وهذه هي الاضافه اللي كتخليها متماسكه وكتقلل حتى من اللذعه ديال الحرور. وطبعا كنبقاو مع التحريك. اضافه معجون الطماطم اختياري، لكن انا كنفضل انه يكون كما قلت لكم باش كيخليها متماسكه. وصافي كنبقاو مع التحريك وهي فوق النار حتى كنشوفوها انها تشربت كل الماء. وصافي مجرد اننا كنشوفوها انها تشربت الماء فحال هكا كما كتشوفوا في الفيديو، فصافي كتكون الهريسه ديالنا وجدات. كناخذوها من فوق النار وكنوضعوها في اناء باش نحتفظوا بها. طبعا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحتفظوا بها ممكن تحتفظوا بها في الثلاجه لمده اسبوع. اما بالنسبه للناس اللي كيبغيو انها تكون تبقى عندهم في البيت اكثر من اسبوع، فممكن تعملوها في ديك المكعبات ديال الثلج في المجمد، ومن بعد عاد تجمعوهم في بلاستيك غذائي. لكن قبل كتضيفوا القليل من زيت الزيتون باش كنبقاو محافظين عليها كما قلت من قبل في الثلاجه لمده اسبوع. الا بغيتو اكثر من اسبوع فمن الافضل انها تكون في المجمد. وصافي ها هي الهريسه ديالنا وجدات، كتجي غزاله بصح بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحرور، وفي نفس الوقت الا كنتو باغيين اللذعه ديالها اقل فعطيتكم طرق باش تكون اقل في الحروره ديالها. كنشكركم بزاف الى عجبكم الفيديو، كننتظر تعليقاتكم وارائكم كالعاده. شكرا لكم بزاف مره ثانيه. ولا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك، وما تنساوش الجرس باش توصلوا بالفيديوهات في الوقت المناسب.